يلا نعمل سوا أطيب بانكيك راح تدوقوه بحياتكم. بيجنن. شوفوا سمك قطعة البانكيك قديش بتجنن. خطيرة. أول خطوة صبايا حبيباتي، هنا عندي كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة. راح أضيف عليه بسم الله الرحمن الرحيم معلقتين من الزيت النباتي، ومعلقة كبيرة من الزبدة المذابة، وحبة البيض بحرارة الغرفة، وراح أضيف كمان 3 معالق من السكر. بإمكانكم التحلية حسب ما انتوا بتحبوا، بتزودوا بتقللوا زي ما انتوا حابين. وراح أضيف المكون الأساسي زبدة الفول السوداني، وراح أخفق كل المكونات كتير كويس. بعد ما ضفنا زبدة الفول السوداني بنضيف رشة ملح، يعني أقل من ربع معلقة عشان نعادل التست، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر بسم الله. وراح نضيف معلقتين صغار من الفانيليا السائلة بسم الله. وطبعا بإمكانكم تستخدموا أي نوع زبدة الفول السوداني متواجدة حواليكم بأي سوبر ماركت. وراح نخفق هالمكونات اللذيذة كتير كويس. خفقنا الخليط كتير كويس وتجانس كله مع بعض. بنضيفه على مقدار كوب من الطحين المنخول الفاخر، وبنخفق كل المكونات كتير كويس مع بعض لغاية لما تتكون خليط متجانس معنا. كده حبيباتي بيكون قوامه اللي بشهي. مش قادرة بجد اوصف لكم قديش الريحة خطيرة قبل ما يستويوا. زبدة الفول السوداني رائعة. مقلاية على النار فيها مسحة من الزبدة. طبعا المعيار رح نعمل ستاندر، كل قطع قد بعض بطاسة صغيرة، ومعيار كوب معياري بنسكب فيه عجين البانكيك علشان كله يبقى بالتساوي. بنسكبه كده علشان لما يفرد جوات القالب او المقلاية يبقوا كلهم قد بعض. وراح اسيبهم على نار متوسطة مدة دقيقتين لغاية لما يصير لونها من تحت ذهبي ومن فوق. واول ما يصير حبيباتي كده بابلز عليها راح نقلبها على الوش التاني بسم الله. زي ما واضح قدامكم يصير ذهبي لونها. خطير بجنن، ريحته خطيرة، وصوص الشوكولات بالقهوة كمان عليه ولا أروع. يلا نجرب وندوق سوا. شوفوا سمك قطعة البانكيك قديش بتجنن. خطيرة. رائعة بتجنن. بتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها، لأن بجد تستحق التجربة. رائعة جدا.